برنامج من قبل، فقال ان هو لو اتولى اتحاد التحكيم، يعني لجنة التحكيم هيجيبها على المحارة. فجهاد جريشة تتابعا يعني مع الأحداث دي تم تحويله للتحقيق بسبب الكلام ده. فهو بيرد بيقول تحويل التحقيق هو حد سمع أنا قلت إيه؟ محدش سمع، هم قروا بس. أنا قلت يجي على المحارة يعني تغيير شامل. ده رأي شخصي يا جماعة. ومن قبل الأجانب احنا محتاجين، ومن قبل الاجانب احنا محتاجين نغير المنظومة بالكامل. الكلام حلو مش هيحل مشاكل التحكيم في مصر. لازم تواجه نفسك بالحقيقة قبل ما تتكلم، وهذا بمنتهى الوضوح. انا مش بتكلم على اشخاص، بتكلم على المنظومة ككل. عندنا مشاكل بقالنا سنين، ونفس الحكام والاشخاص بتدير، نفس الناس بتلف وبتدور على